اللعبة دي اتمنعت من اكتر من 5 دول. بوستال 2 لعبة نزلت في 2003 من شركة رانل سيزرز، قدرت ان هي تحقق نجاح كبير جدا في وقتها، وقدرت ان هي تكسب شعبية لسه بتلعب اللعبة بعد مرور 20 سنة. ايه بقى حكاية اللعبة؟ اللعبة ملهاش حكاية مهمة، هي زي ما تقول كده اوبن وورلد ساند بوكس، بتديك الحرية انك تلعب اللعبة على مزاجك وعلى طريقتك. عايز ترتحم قاعدة الطالبان تقدر، عايز تتبول على الناس تقدر، فكر في اي حاجة وحط جنبيها كلمة تقدر وهتقدر تعملها. ودي ميزة اللعبة، الحكاية مش مهمة على قد ما حرية الاختيار والمليون الف طريقة اللي ممكن تخرب بيها الدنيا مهمة. وده السبب ان لسه في ناس بتلعب اللعبة بعد 20 سنة، عشان ببساطة اللعبة مش محدودة بقصتها. اللعبة بتبدأ بانترو جميل جدا بيديك فكرة عن المأساة اللي انت هتشوفها. المين بروتاغونست بتاع اللعبة اسمه بوستل دود، والميشنز بتبقى عبارة عن ان مراتك بتديك حاجات تجيبهم من الماب، والحاجات اللي بتجيبهم بتختلف على حسب اليوم اللي في اللعبة نفسه. ميشنز يوم الاثنين غير ميشنز يوم الثلاث وهكذا لغاية ما تخلص كل ايام الاسبوع، يبقى كده خلصت اللعبة كلها. من الحاجات اللي بحبها في اللعبة دي هي الاتنشن تو ديتيل. لو انت مشيت وسوسة البنطلون مفتوحة، الان بي سيز اللي في اللعبة هيلاحظوا وهيتريقوا عليك. ولو شافوك ببدلة برضه هيضحكوا عليك. او مقاومة اللعبة ضد الاباحة مثلا. attention to details. ثانية، مفيش حاجة باينة. ده نحرقه. وجود مشاهير كتيرة في اللعبة كان من سبب أسباب نجاحها، زي الممثل الراحل جاري كولمان. Hello, Mr. Coleman. I love fashion. وأسامة بن لادن. Holy shit! We reclaim this holy land in the name of Allah. Prepare to die, infidels. مش مهم، بس سيبك من كل الكلام اللي انا قلته ده. اكبر سبب ان اللعبه دي فشيخه هي بسبب الخراب والعنف اللي فيها. بتقطط عادي، تشريح جثث فيه، حرق جثث فيه. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل سبسكرايب ولايك وكومنت، عشان ده هيشجعني ان انا اكمل اعمل فيديوهات. وشكرا.